مرحبا. بعد تلميحات الفنان جمال سليمان للرجعة إلى سوريا وزملاء آخرين له مثله، ومع توفر الوسطاء بالوسط الفني والثقافي السوري ليتوسطوا عند الدولة لهدول الفنانين ليرجعوا بدون محاكمة، بدون مساءلة، بدون محاسبة، بدون توقيف، بدون سين، بدون جيم، ومع السماح من قبل الدولة من سنوات طويلة للعائدين وخاصة ممن لم يحملوا السلاح. الآن يظهر الفنان فارس الحلو بخطاب جديد، نبرة جديدة، لكنة جديدة يتحدث بها مع الوسطاء نفسهم لا يحكوا مع الجهات المختصة حول إمكانية عودته إلى سوريا. يتحدث عن اللواء ماهر الأسد باحترام، بمحبة، لسبب رح نحكيه هلا أكيد. يتحدث عن رغبته بالعودة بشرط. يتحدث عن مسائل كثيرة، خلونا نختصرها بهذا الفيديو لحتى نشوف وضع المعارضين برا، وخاصة فئة بين قوسين النخبة لوين وصلت وشون عم بيفكروا، وكيف انه قلة قليلة منهم عم بتقول ما بنرجع على سوريا، قلة قليلة تحكي بموضوع لا عودة إلى سوريا. ما تبقى الكل بين من يعبر عن رغبته بالعودة وبين من يسعى لتأمين عودة آمنة، وبخاصة مع ظهور مواقف أوروبية ومواقف تركية ومواقف عربية وقريبا يعني أمريكية حول الوضع في سوريا ومآل الأمور في نهاية المطاف إلى الهدوء والاستقرار التدريجي. فارس الحلو يقول الآن ما لم يقله في الماضي إطلاقا. يتحدث عن سوريا ويقول بأن مساحة الحرية الممنوحة في سوريا وبخاصة للدراما السورية تفوق مساحة الحرية الممنوحة في كل الدول العربية دون استثناء. ويستشهد على ذلك بالقول قبل عام 2011 تحديدا 2010 قدمنا مسلسل لعنة الطين. هذا المسلسل الذي تناول كل ما هو ممنوع في الإعلام السوري سياسيا وأمنيا دينيا مذهبيا، أتى على طائفة معينة في المجتمع السوري، تناولها في الصميم، تناولها بما ترفض تناوله. وكان الكاتب سامر رضوان كاتب السيناريو بهذا المسلسل، وكان أول عمل لسامر رضوان. بيقول فارس الحلو بمنتهى البساطة استغربنا كيف تم تمرير هذا النص وكيف سمح بتصويره. ويقول أيضا للوسطاء كنا نوقف أمام الكاميرا عم نصور المشهد نستغرب هذا المشهد رح يكتمل ولا لا، ولاحقا استغربنا ونحن عم نشوفه على الشاشة السورية بمنتهى البساطة، مع قص لأربع خمس مشاهد يمكن نعرضوا نفسهم على قنوات عربية أخرى. وتحدث عن مسلسل تخت شرقي بنفس العام بنفس الموسم الرمضاني الدرامي، وأنه تناول بمنتهى الجرأة والشفافية مشكلات في المجتمع السوري. ويتحدث عن مسلسل ما ملكت أيمانكم والتجاوزات التي قام بها نجدة أنزور والخلاف الذي نشب مع أحد الرموز في الدولة السورية والمجتمع السوري الدكتور البوطي الله يرحمه. عم يتحدث بكلام كبير ويقول بحثنا عن الحرية في سوريا فلم نجدها خارج سوريا. هذا كلام للوسطاء، كلام جديد يعبر فيه فارس الحلو عن خيبة أمل، ويتحدث عن رغبة بالعودة بشرط. يتحدث عن الرغبة بالعودة ولكن بشرط أنه ما يكون في محاكمة، ما يكون في محاسبة، ما يكون في مساءلة إطلاقا. والوسطاء يخبرون فارس وغيره بمنتهى البساطة هناك عفو شامل قريب جدا، انتظروه بشان ما يحكوا مع الدولة والدولة يكون جوابها أنه في عفو. عداك عن أن الدولة أولا وأخيرا تسامحت مع الكثير من الفنانين عادوا إلى سوريا واتخذوا نفس مواقف فارس الحلو، بل وأقسى من ذلك بكثير. يقول فارس الحلو بمنتهى البساطة في حديثه بأنه يحب ويحترم اللواء ماهر الأسد كثيرا كثيرا، والسبب المتعلق بدعم اللواء ماهر للدراما السورية وللكوميديا السورية. وقال أيضا بأن اللواء ماهر هو من أطلق مشروع
بقعة ضوء، مسلسل بقعة ضوء من عام 2001 لما أطلق يد باسم ياخر وأيمن رضا لتقديم لوحات صادمة إلى أبعد الحدود تتمتع بكامل الحرية وليس مساحات واسعة من الحرية. هذا كلام فارس الحلو الآن. يقول أنا معارض ولكن أعرف أين أخطأت أنا وغيري. يقول من الشهر الثاني للأحداث اكتشفنا بأنها ليست ثورة ولكن لم يعد في تلك الفترة أي مجال للعودة إلى الوراء إطلاقا، وغادرنا. نادم على وجوده بالثورة، مو نادم على كونه معارض. هو معارض ولكن وجوده بالثورة كان غلط، وآمن وهو مسيحي بأن هذه الثورة ليست وطنية إطلاقا، وهذه الثورة لا علاقة لها بالثورات ولا علاقة لها بالمجتمع السوري المكون من عدة طوائف. قال بأنه أجبر على التعاطي مع طائفيين في هذه الثورة قبل خروجه من سوريا وبعد خروجه. قال الكثير والكثير والكثير. يطلب الآن العودة عبر وسطاء. الوسطاء تحدثوا حسب معلوماتنا مع جهات بالدولة من أجل جمال سليمان، من أجل أكثر من فنان، وبأن العودة ستكون يعني قريبة لهؤلاء. وجمال سليمان عبر عن بمقابلة عن موقف جديد له من الرئيس بشار الأسد لم يكن يتحدث به في السابق. لكن على ما يبدو أن الفنانين الراغبين بالعودة ليسوا كتلة واحدة، يعني مو الكل أخذين الموقف، ممكن الموقف نفسه بس ما في توافق بيناتهم، ما في تفاهم بيناتهم، فكل شخص بشخصه عم يحكي مع الوسطاء على انفراد. يعني ما اجتمعوا هالسبعة ثمانية الحابين يرجعوا مثلا وخلوا شخص واحد يمثلهم بالحديث مع الوسطاء. بكل الأحوال هذا الشيء نحن كنا متوقعين الجميع يشعروا بخيبة أمل، الجميع يبحثوا عن شيء برا ما راح يوجدوه إطلاقا. متوقعين أكثر من هيك. نتوقع هلأ أزود لنزود على توقعاتنا، حتى القائلين بأنه ما رح نرجع على سوريا لحتى يقدر الله أمرا كان مفعولا والمقصود هنا سقوط النظام، حتى هدول بالقريب من الزمن سيطلبون العودة إلى سوريا وبنفس الطريقة، وربما يستفيدون من أي عفو عام وشامل سيصدر في القريب من الزمن. بدنا نحكي ممكن نسيء، وبدنا نخفي ممكن نقصر بالكلام. الحديث طويل ويطول حول الثورة وطبقة النخبة يلي التحقت فيها وندمت. نقطة أخيرة بعيدا عن فارس الحلو، ما إلى علاقة بالعنوان ولكن إلى علاقة بالقضية نفسها. الفنان سليم صبري يتحدث الآن بكل مجالسه يتمنى ألا يفارق الحياة حتى يرى ابنته يارا صبري في دمشق. لا ندري إذا كانت يارا صبري قد تلقت هذا الكلام، وإذا كانت ستعمل على تلبية رغبة والدها، وبخاصة بعد وفاة والدتها العام الماضي. الفيديو منتهي ولنا لقاء مسائي بث مباشر بإذن الله، نحكي بكل التفاصيل سياسية وغير سياسية. ابقوا بخير وتمنوا لنا الخير، والسلام عليكم.